اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن الله هنتكلم على موضوع برضه بيختص بالشباب. الشباب انا عارف انا تعبهم معايا كتير، بس بحكم ان انا شاب زيكم ففي الاغلب موضوعنا هتكون شبابي كلها. النهارده هنتكلم على موضوع تعمل ايه لو البنت حسيت انها بدات تتقل عليك وتتكبر عليك، تعمل ايه؟ شوف يعني هي تقلت عليك بس انا مش هتقل عليك يا عم. ليه؟ عشان اخوك، انا وانت اخوات، فلازم نحط البوينت دي في الاعتبار. فتمام، فانزل حط لايك واشترك. تمام، انا ما تقلتش عليك اهو، فانزل حط لايك واشترك لان النهارده هنصحك نصايح بفلوس. اوكي؟ طبعا الموضوع بيبتدي، هي بقى ايه؟ طبعا انت زي العبيط وقعت بلسانك وقلت لها ايه ده، انا من غيرك ما اعرفش اعيش، انا بموت فيكي. هي ده حقيقه، بس انا برضو هنصحك برضو نصيحه لوجه الله. بصوا يا جماعه، لما انت تكون بتحب حد، او هنفرض بقى في الحاله دي بنت، لما انت تكون بتحب البنت ما تبينلهاش ان انت من غيرها هتموت، لان هي هتستغل النقطه دي. هو دماغه، خد بالك، هي ما تكونش بتفكر بالطريقه الوحشيه دي، ولكن هي دماغها بتعمل كده اوتوماتيك. لما هي تعرف ان انت هتموت من غيرها بقى، لا ده انا من غيرك ما اعرفش اعيش، لا ومش عارف ايه، وانت فاهم بقى. لا، مفيش حاجه اسمها كده. باين لها ان انت بتحبها، بس عادي يعني، الدنيا عادي، من غيرك ما فيهاش مشكله، عادي. انا بعمل كده لو مثلا بحب واحده، بحبك او كل حاجه، بس ما فيش مشاكل، عادي. لو مشيتي برضو ما فيهاش حاجه. ببين، مش طبعا مش بقول لها كده يعني اللي هو لا، بس ببين لها بالطريقه. هنعمل ايه بقى في مشكلتك انت يا معلم؟ خلاص انت فهمتها بقى ان انت من غيرها ولا تسوى ولا حاجه، يعني انت لبست نفسك في الحيطه. طبعا انت بدات تبعت لها مسجز على الواتساب او على الماسنجر او اتصال، هي اول حاجه ما بتردش عليك، او مثلا بتشوف الرساله وترد بعدها ب 12 ساعه، او يمكن بترد بعدها باسبوع عادي جدا. وانت برضو تمام. فانت طبعا يعني تقلت كده حبه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالنهارده بقى هفهمك تتصرف ازاي. الموضوع بيبتدي من ان انت مثلا بتبعت مسجز على الواتساب او على ماسنجر، وهي الرد بيجي بعدها، هي بتكون شافت المسج فعلا او شافت الكول اللي انت كلمته لها. وحوار المكالمات ده هنتكلم فيه دلوقتي، بس نتكلم دلوقتي مثلا لو المسجز زي الواتساب او الماسنجر او اي وسيله، بس هو في الاغلب بيبقى واتساب يا ماسنجر يعني. هي شافت الرساله بترد بعدها بقى ب7 ساعات، باسبوع، بشهر، انت ورزقك بقى يا معلم. هتتصرف ازاي؟ اول حاجه، ما تبعتش مسجز نهائي. اعصر على نفسك ليمونه وما تبعتش مسجز نهائي خالص خالص. هي هيجي في دماغها تفكيرين. اول تفكير، هو اختفى لي كده؟ يعني هو انت عارف انت البنات عموما حالات، يعني هم لما بيشكوا لا بيشكوا بسرعه. يعني هي تميله في دماغها ايه؟ وما بيبعتليش رسائل ليه؟ ده كان بيبعت لي في اليوم 100,000 رساله، دلوقتي عدى يومين 3 ما بيبعتش، يبقى عارف عليا واحده، فهتيجي تكلمك. تمام. طب اقدر انا يا محمد يعني الاوبشن التاني، وانا عارف انه مش هيكون محبب ليك خالص، بس هي دي الحقيقه ولازم نتماشى مع الموضوع وما نلفش وندور على بعض. طب لو هي عدى اسبوع ما بعتتليش رسائل، يبقى خلاص، يبقى هي مش بتحبك. ما هي دي الحقيقه، انا مش هكدب عليك في حاجه. يبقى هي بتكلم عليك واحد، او انت بقى مش يعني بص، انت هتخش في دوامه مش هتعجبك، اللي هو طب يعني انا مش مالي عينيها، يعني انا وحش؟ لا، انت مش وحش، بس انت يمكن حبيتها وهي مش حباك. يعني الموضوع فاهم، لازم يكون متبادل. الحب بالذات ما ينفعش نفصل فيه، ما ينفعش نقول ايه لا يا عم ده هي بتحبني ومش عارف، لا ما فيش الكلام ده. انت لازم بتحبك وهي بتحبك، خلاص خلص. تمام. طب في حوار الكول نفس الموضوع بالملي، ما تتصلش ولا تبعت رسائل نهائي، اختفي. ولما تيجي تبعت لك رساله، يعني هنفرض نمشي في سكه انها بعتت لك، خلاص هي بعتت لك رساله، ما تبقاش بقى زي العبيط بقى تبوظ بقى كل اللي احنا عملناه، اللي هو ايه، تبعت لك رساله ترد عليها ب1000 رساله ومش عارف. لا، اتقل. بص، حط كلمه اتقل دي بين قوسين، انا عايزك كده وادي على وضعك، اتقل. هي تبعت لك المسجز من هنا، ارد بالرساله، رساله برساله، فاهم؟ عامله زي الرقصه، واحده بواحده، فاهم؟ تبعت مسج، ابعت لك قصادها مسج، ويا ريت ما تردش في نفس اللحظه، يعني فاهمني؟ يا ريت، ثواني بس يا جماعه معلش، يا ريت ما تردش في نفس اللحظه، لا الرد يكون بعدها بفتره، 5 دقايق، 3 دقايق، يا عم دقيقتين، فاهم؟ بس لكن لو هي ما بعتتش حاجه خالص او ما رنتش، يبقى هي مش بتحبك. عشان انا مش عارف ادور عليك والله، بس هي دي الحقيقه يعني. فشوف غيرها بقى، شوف انت هتتعامل ازاي، بس هي دي الحقيقه يعني، عشان انا بديك اختبار.
الاختبار ده ما هو معلش يا جماعه برضو يعني، هي مش هيعدي اسبوع ما تكلمكش يعني، ما فكر فيها انت، يبقى ما كانتش عايزاك، فخلي عندك دم وسيب. بس يا شباب صدعتكم انا عارف كالعاده، ولكن الفيديوز عموما بتفيدكم. وبس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتكم تنسوا تشتركوا وتحطوا لايك، والسلام عليكم، باي باي.